اهلا بكم مرة تانية. نهاية أحداث الشوط الأول، الأهلي والزمالك القمة 126 ثلاثية حمراء، وشوط أول يتسيده الأهلي بالطول والعرض على النادي الزمالك. 3 أهداف بدأها طبعا المتألق حسين الشحات بهدف أول، ثم أيضا أضاف حسين الشحات ثم هدف ثالث لعلي معلول في نهاية الشوط الأول. ايه اللي حصل من اسوريو؟ ايه الاخطاء اللي حصلت اثناء ال 45 دي؟ ولا اخطاء قاتله من لاعبي الزمالك؟ طبعا معانا كابتن عمرو الحلواني وكابتن وليد صلاح عبد اللطيف. كابتن عمرو اتكلم قبل الماتش وقال ان في اهداف للنادي الاهلي. كابتن وليد صلاح يقول لنا ايه اللي حصل بالظبط من اسوريو 45 دقيقه الاولى. الزمالك هل ممكن يعود في المباراه ولا المباراه اصبحت يعني من طرف واحد؟ اهلا بيك يا ازيك حبيبي يا وليد، اخبارك ايه؟ انا سايب لك بقى كل حاجه، انت هتقول لنا ايه اللي حصل. شيكابالا بيلعب في جبهه في اليمين معزول لوحده، نفس الكلام سيد نيمار، زيزو وفتوح في نص الملعب. الزمالك اخطاء دفاعيه قاتله في التمركز، اخطاء من محمد صبحي غريبه في الهدفين. يمكن الحالات الثالث بقى انت تقول لي اذا كان هو خطا صبحي ام لا، لكن المباراه الاهلي متسيد المباراه تماما. نادي الزمالك نزل الماتش يا وليد خسران، يعني هو نازل من بدايه، يعني احنا حتى قلنا افيه كده اللي هو الزمالك ما جاش، انا والحلواني ما جاش نقطتين. يعني انا بلعب النادي الاهلي ماتش صعب، ماتش جماهيري، ما ينفعش العب بالطريقه دي، مستحيل العب بالطريقه دي يا وليد، مستحيل. هل نص ملعب الاختيار الامثل يا كابتن وليد كان ان هو يبتدي بفتوح؟ انا جاي لك انا بتكلم على حساب طبعا انا جاي لك سواء عمرو الرئيسي او هو الراجل اشتغل 3 4 3 اشتغل 3 4 3 هو الثلاثه وادي الاربعه وادي الثلاثه. اولا انت الراجل سيد نيمار اول مره يلعب في المكان ده رقم واحد، بيلعب جناح ناحيه الشمال، رقم واحد. طول الوقت كان بيلعبوه باك رايت بالظبط، يعني اول مره لعيب يلعب في المركز ده رقم واحد. رقم اثنين فتوح، مش معنى ان انا الماتش اللي فات عملت ثرو باص ولا كنت كويس في مكان مش مكاني احط ديفندر في ماتش الاهلي، مستحيل. بس طيب. كذا ماتش لعب في نفس المكان. لا مش كذا ماتش، حتى لو كذا ماتش مش ماتش الاهلي، تمام، ما ينفعش ماتش الاهلي. تمام. هاتم سكر، انا خسرت جبهه الشمال دي كلها، ناشئ صغير انت بتحرقه ويلعب على تاو كمان في افضل حالاته يعني، وبتحرقه لان الفرقه مش مساعده. يبقى انت خسرت فتوح ناحيه الشمال، الجبهه اللي كان بيعملها ناحيه الشمال وكان بيخش نص الملعب اللي هي الطريقه اللي قلنا عليها بتاعت ليفربول بالظبط، انت خسرتها خالص. يبقى انت خسرت واحد في نص، الاثنين ديفندر مش موجودين خلاص. ناحيه الشمال انت خسرانها، ناحيه اليمين مفيش اصلا، شيكابالا ما بيردش، نضاي بيروح وبيرجع هو وزيزو في نص الملعب، تحس انه تايه نضاي اصلا، مفيش لا انت خسران. انت خسران. انا ازاي يعني ما اعرفش الجهاز الفني المعاون وافق على الطريقه دي والتشكيل ده. يعني الموضوع صعب ان انت تلعب قدام الاهلي كده يا جماعه. ده يعني وكره في العرض قد 4، يعني كان ممكن كره القفشه كان هدف تاني. انت ما رحتش خالص الا كره واحده كره سيد نيمار بس. فانت وبعدين رحت في اخر الشوط رحت مغير، رحت انت جايب نضاي ناحيه الشمال ووديت سيد. لا احنا بنهزر، احنا ككوره بنهزر. وده اللي قلته الاستوديو اللي فات لو تفتكر. انا بقول الزمالك عمره ما يلعب بالطريقه دي قدام الاهلي، اكيد ان المفروض يغير الطريقه دي قدام النادي الاهلي، ولعب بنفس الطريقه. انت ازاي بتلعب 2 ديفندر عندك؟ انت فقدت الاثنين، فقدتهم من الناحيه الهجوميه. ما انت ما عندكش ولا بتدافع ولا بتهاجم، زيزو او فتوح، ما انت ما بتدافعش ولا الاهلي بيوصل بتمريرتين بس يا كابتن عمرو وكابتن وليد، بتمريرتين بتلاقي الاهلي وصل ل 18. ما فيش نص ملعب، يعني انت الاثنين الديفندر اللي عندك اللي حتى لو سيئين تحطهم ماتش الاهلي هو او السيسي ده لو سيئين زي الماتش اللي فات لما خرجتهم الاثنين معاك ماشي، ده لازم على الاقل واحد يبقى موجود. اصلا ميزات 8 يا كابتن وليد لازم يكون بيدافع كويس جدا. طب نروح للكابتن عمرو الحلواني. كابتن الحته دي خالص كابتن عمرو، الاهلي اسباب تفوق الاهلي في الشوط الاول غير الاخطاء الفرديه سواء من خط دفاع الزمالك او خط النص او الحاله اللي بيعاني منها الزمالك النهارده، اسباب اللي الاهلي متسيد الشوط الاول يا كابتن عمرو في وثلاث اهداف، هل هم قابلين للزياده ولا الاهلي هيكتفي بالثلاثيه وانه يطلع بدون اصابات في المباراه؟ بص يا كابتن وليد، النادي الاهلي احترم نادي الزمالك جدا النهارده،
النادي الاهلي باين قوي في التسخين اللي هو مركز جدا، باين ان هم مذاكرين نادي الزمالك من اول دقيقه. حسين الشحات رايح وجايب جون واحد ضد واحد وجايب جون، بعديه على طول بدقيقتين محمد مجدي قفشه واحد من اهم لعيبه الشوط الاولاني وواحد من اهم نجوم الماتش الاولاني بصراحه. فاجئني دفاعيا قبل هجوميا كمان، واقف كويس جدا. كوره في العارضه، وبعديها النادي الاهلي اصلا استحواذ النهارده. شفت الشوط الاولاني استحواذ 70-30 لنادي الزمالك. نادي الزمالك النهارده يعني بمعنى الكلام النهارده من اوحش ماتشات نادي الزمالك، وده اصلا كمان نادي الزمالك النهارده يعتبر ماتش مهم قوي بالنسبه له كمان، وتجربه مهمه اصلا نادي الزمالك. يعني ده الاختبار الحقيقي لنادي الزمالك. نادي الزمالك النهارده بصراحه ادى شوط اولاني يعني بالشكل ده، معلش يعني بالشكل ده كابتن وليد في البطوله العربيه، معلش يا كابتن رامي، بالشكل ده الزمالك في البطوله العربيه لا صعب يعني. ده لو يعني يكسر الثلاث ماتشات بالشكل ده. لا اصل ده مش شكل اصلا. يعني مع احترامي الكامل، هو فين شكل الزمالك النهارده؟ مفيش فعلا، مفيش حاجه خالص. مفيش. انا قصدي مش بشكل بطريقه اللعب، مش قصدي الشكل اللي هو انا فاهم طريقه اللعب يعني ماشي، ما انا ممكن احط اي طريقه، بس تأديها ازاي؟ كل واحد في مكانه. واللعيبه انت ازاي بتشتغل كده قدام الاهلي من غير نص ملعب؟ انا جاي خلي بالك يعني ازاي مدحت عبد الهادي ولا والغريبه يعني بقى الغريبه يعني اوسوريو مدرب مفروض ان هو يعني مدرب عنده خبرات عاليه جدا. لما بلاقي ان في حاله نص الملعب سيئه، طب ما يا كابتن وليد ما انا اغير. هو انا ليه ما غيرش بعد نص ساعه؟ ليه ما غيرش بعد 25 دقيقه؟ مش عيب خالص مدير فني ان هو لما لقى ان يعني الفرقه اللي قدامه يعني متسيده المباراه تماما وفي خلل عنده، طب ما غير بسرعه، ليه الانتظار؟ افتكر الماتش اللي فات كده قلت لك لما خرج سيف الدين الجزيري وساب ناصر منسي عشان جاب جول، قلت لك المفروض كان ناصر منسي يطلع. انت يعني انت بتحسبها بالاجوان ولا بالاداء؟ انا عندي بالاداء. طبعا انت دلوقتي الفرقه دي انت شايف بعد نص ساعه اصلا ولا ربع ساعه انت مش ماسك نص الملعب خالص. ليه بقى ما غيرش؟ بالظبط، ما هو على الاقل اغير داخلي، على الاقل اغير داخلي. لكن انا البدايه يا وليد، انا عقلي يا وليد معلش يا عمرو، انا بلعب النادي الاهلي، هو مش قادر يفهم المباراه دي مهمه ازاي، ان انا اسمح كجهاز فني بالتشكيل ده او بطريقه اللعب بالطريقه دي صعبه جدا قدام النادي الاهلي يا جماعه. مش معقول احنا نازلين خسرانين يا وليد، نادي الزمالك نازل خسران ومفيش اداء، زيزو بينزل على ال 18 عشان يستلم، طب عبال ما يروح على ال 18 بتاع الاهلي ما خلاص مش قادر. كابتن عمرو كمان كابتن وليد في اريحيه وفي ثقه من النادي الاهلي في الخروج بالكره من اول الشناوي لحد ما يبتدي الهجمه، على العكس تماما من الزمالك لما يبتدي الهجمه من صبحي مش قادرين ان هم حتى يطلعوا بالكره لحد نص الملعب، مش لحد 18 بتاع الشناوي، لا مش قادرين يطلعوا بالكره من نص الملعب. كابتن وليد النادي الاهلي النهارده عنده ثقه، يعني تحس هو نازل من اول دقيقه عنده ثقه. هو الجون يا عمرو، الجون اللي جه بدري هو بس برضه حتى بعد الجون عندها ثقه واللعيبه بتلعب، وكان في كمان ادوار يعني علي معلول مع حسين الشحات جابها، محمد هاني مع بيرسي فايق قوي، حتى قفشه كابتن قفشه دلوقتي بيعمل تاكلينج وبيرجع وبيهاجم لا اللعيبه النهارده بصراحه الشوط الاولاني عاملين اداء كل اللعيب مدي مثلا 9 من 10، كل اللعيبه مديه 9 من 10. لا النادي الاهلي باين قوي النهارده فايق قوي، باين هم لعيبه تقال، المكسب بيجيب مكسب، باين اللي هم محضرين الماتش كويس جدا 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 ومركزين جدا جدا. اليومين راحه اداهم كولر فرقوا اليومين راحه ده اصلا استشفى كابتن وليد، دلوقتي في استشفى يعني ده ذكاء جدا من المدير الفني اللي يبقى مدي راحه يومين قبل الماتش مهم جدا، استشفى ذهنيا وبدنيا، اللعيبه كل 48 ساعه بتلعب ماتش، لا ما ده حاجه برده ده يعتبر تمرين برده، اليومين الراحه دول تمرين مع اللعيبه جت حتى كمان هتكون عامل استشفى وتمرين تكتيك. لا اللعيبه بصراحه انا الشوط الاولاني من احسن ماتشات النادي الاهلي بقى لهم فتره كابتن وليد. الاهلي ماشي كويس يا وليد، الاهلي ماشي كويس معنويا كويس، فنيا كويس، اداريا كويس، ده امر طبيعي، مفيش شك ان لازم اللعيبه اصلا تبقى بالشكل ده، لكن مش الطبيعي ان الزمالك يبقى كده. يعني استفهام مش طبيعي، حتى في مشاكل، في المشاكل اللي احنا عارفينها في نادي الزمالك اللي كانت موجوده، بس انت كسبت 6 ماتشات ولا 7 ماتشات قبل ماتش الاهلي، فما ينفعش بعد ال6 ماتشات ولا المكسب ده كله اجي قدام الاهلي انزل بالتغيير ده. بعد اذن حضرتك كابتن وليد، بس تفتكر ده الاختبار بعد اذنك، ده الاختبار الحقيقي. ايوه طبيعي، قوه النادي الاهلي يعني الماتشات اللي فاتت طبعا مع احترامي للماتشات كلها برضه مش بنفس المستوى بتاع نادي الزمالك، لعيبه نادي الزمالك ليفل اي كلاس المفروض، يعني ما ايه كلاس مع ايه كلاس المفروض اللعب يبان النهارده، فاختبار حقيقي لا باين ان في فوارق كبيره جدا من نادي الزمالك فنيا وبدنيا وذهنيا باين قوي. هل الجهاز الفني المعاون يا كابتن وليد سواء مدحت عبد الهادي او احمد مجدي يعني المفروض يتكلموا في حاجه يعني؟ ايوه طبعا لازم يفهموه،
ما هو لازم يفهمون ان الماتش ده غير اي ماتش تاني في ولا المدرب ولا مش بيتكلم مع بناء. ما اعرفش بقى العلاقه ايه، لكن بالطريقه دي يبقى هما ما بيتكلموش قولا واحدا. عمر جابر والسيسي 3 تغييرات ورؤى الثلاثه. طيب 4 تغييرات. لا ده 4 تغييرات، ده 4 تغييرات مش 3. بدايه الشوط هنغلط نفس الغلطه. طب 4 تغييرات. ليه انا ما ببداش بكده؟ ليه انا سيسي رؤى عمر جابر، الرابع بتهيألي شيكابالا طلع، محمد طارق، وحاتم سكر اكيد طلع. وهيطلع ممكن فتوح، ممكن شيكابالا طلع. عمر جابر عشان عمر جابر كان شيكابالا طلع خلاص. انا يعني اكيد طلع. كان لازم ابدا بالطريقه دي. ونضاي طلع اكيد، يعني الاربعه دول. هو عايز يامن نص الملعب، هو يعني فاهم، مش عايز جون تيجي تاني، وعايز حسب ممكن الفرص الشوط الثاني. يعني انا الشوط الاولاني ما هو بالظبط اولاني، ما هو سيبنا اولاني اتكلم عشان انا هسيبك خالص. يعني انا دلوقتي بلعب قدام الاهلي من غير نص ملعب، وبعد ما يدخل فيها 3 انزل الديفندر اللي المفروض ان انا ابتدي بيه، اللي انا ابتدي بيهم بالظبط. يا جماعه يعني صعب قوي، صعب اللي اسوريا عامله بالجهاز الفني. انا واثق تماما ان الجهاز المعاون مش راضي على التشكيل ده. بالتغييرات دي يا كابتن عمرو ممكن الزمالك يرجع ولا صعب؟ والله صعب، انا شايف صعب. حتى انا عايز بس اقول حاجه، مستر كولر على فكره الزمالك مغلوب 2-0 من فيوتشر ورجع عادي. الاهلي فايق قوي. في كوره كابتن وليد، مستر كولر جه بقى اللعيبه يضغطوا باين قوي، لو عايز يجيب الثاني والثالث بالفعل عمل كده عشان عايز يشوف فرحه طبعا لعيبه الاهلي بعد الهدف. بصراحه الشوط الاولاني عمل ماتش من احسن ماتشات بقاله فتره كبيره. شايف النادي الاهلي كده مميز. 3 اجوان بصراحه الاعلى. الزمالك ممكن يرجع كابتن وليد ولا صعب؟ لا صعب طبعا. صعب، بس يعني على الاقل يأدي. طب يعني خلاص يعني كده يقفل بقى الماتش ما يزيدش نتيجه عن كده. طبعا اللي هو ولا يحاول. لا ما جسم ولا يحاول ان هو يعوض. هيحاول، ده امر طبيعي. لكن مش بالمجازفه اللي هو يفتح خطوطه بشكل كبير برضه عشان ما يستقبلش اهداف تبقى فضيحه بقى. لكن هو دلوقتي بيقفل. طب هو عمل 4 تغييرات يا كابتن وليد، معلش قطعنا، ما خليك معايا احنا خلاص دقايق وهنرجع. 4 تغييرات في شوط، طب ليه لما لقى الخلل ما عملش حتى تغييرين منهم؟ انا يعني عايز اقابله هو هل ينفع المدير الفني يستنى لنهايه الشوط وهو شايف ان في اداء ضعيف من بعض اللعيبه في الملعب ويستنى عشان اغير بين الشوطين؟ يعني اغير في بدايه الشوط، ده غريبه جدا. وانا عايز اغير بقول لك يعني غير 2 لما تلاقي الخلل، غير 2 وبعدين غير 2 بقى بعد جاتش. ده انا المفروض من اول ربع ساعه ثلث ساعه اعمل التغييرات دي كلها وليد. لكن انا لا اداء غلط. يعني قياده غريبه النهارده لسوريو في المباراه. النضاي موجود على عكس مستر كولر بصراحه، ادى ماتش على اعلى مستوى. اللعيبه كمان النهارده فايقه جدا النادي الاهلي بصراحه. ودى زيزو تحت ناحيه اليمين تاني عشان هنشوف احنا اصلا بنقعد نتعب واحنا بنحلل طريقه اللعب بتاعت اسوريو من ساعه ما جينا نادي الزمالك بصراحه. يعني احنا بنشوف طب الناس دي لسه نازله، انت بتقول لهم تعليمات ايه؟ يعني انت لسه بادئ الشوط صح؟ تقوم جايبهم على الخط تقول لهم تعليمات لا ما التعليمات كانت جوه في الاوضه اكيد مش هي دلوقتي اهو يا وليد. بص انت بتشرح ايه؟ طب انت ما عملتش كده بين الشوطين ليه؟ لا بيأكد بس يا جماعه بس واحده والنبي. يعني انا دلوقتي الراجل واقف على الخط، فهمت انا قصدك ايه؟ خلاص انا عايز اوضح للناس. انا مش عايز افهمك انت فاهم. دلوقتي انت نازل اصلا بين الشوطين خلاص، دلوقتي ما عدتش دقيقه رحت انت جاي على الخط وبتدي تعليمات وبتشرح. امال انت بين الشوطين عملت ايه؟ استنى ننتظر بعد نهايه الشوط الثاني هنشوف هل الزمالك بال4 تغييرات دي ممكن يعود للمباراه مره ثانيه، هل الاهلي يستمر في الضغط وان هو يقدر يعمل نتيجه تاريخيه اليوم على نادي الزمالك في ظل الحاله التي يعاني منها الزمالك بالكامل من اول محمد صبحي لحد سيف الدين الجزيري. ده اللي هنعرفه بعد نهايه الشوط الثاني. استنونا مع كابتن وليد صلاح وكابتن عمرو الحلواني بعد نهايه الشوط الثاني.